إذا شفت الجزء الأول اللي سويته بالقناة فأنت ما شايف غير قطرة بحر. اليوم راح نكمل قصة حر وراح نكتشف الوجه الثاني لهاي الشخصية وشلون هاي الشخصية تلاعبت بكل هذول الضحايا على مبدأ فلسفة حر. وهل هاي الشخصية هي إنسان فعلا أم هو تجسيد للشيطان على أرض غرقت بالفساد حتى صار سكانها أقذر من الشياطين لكن في هيئة بشر. وراح انطر رأيي بالمسلسل وملاحظتي عنها بنهاية الحلقة، وراح ندردش على انه ليش الدراما العراقية انولدت من جديد. وياكم البيج، لا تنسى تسوي اشتراك ولايك ويلا نبدي. يطلع عنا مشهد حر وهو دا يسوي اكل للبزازين، وتسأل مروة وتقول له ليش عندك كومة اكل بزازين بس انت ما عندك بزونة، فيقول لها مالك علاقة. ويطلع يروح يخلي اكل للبزازين، كان مربيهن بمكان مهجور، ونكتشف انه هو حاط لهن سم بالاكل. وماتن وقاعد يقول لهن انه هو دا يساعدهن بشي سواه هو سابقا وفشل بيه، وفشله صار مساعدة للهن، ويقول لهن للبزازين لا تشكرني هذا واجبي. وهذا ينطينا نظرة عن فلسفة فراس وعن احداث المسلسل القادمة وهي المساعدة نكمل أحداث الحلقة الخامسة، وتبدي بوسن تنتحر بسبب الشيء اللي صار لها، وتاخذها أمها على المستشفى. يرجع بين المشهد للشقة وفراس يريد يطلع، وتسأله آية راح تروح للمستشفى، ويجاوبها إيه، فتطلب منه تروح وياه. هو ما يوافق ويقولها أتمنى ما تسوي لي مشكلة هنا فراس يطلع ويشوف أحمد شنو صار له. نروح المشهد ضابط يمشي بالردها مال المستشفى، ونكتشف انهم رايحين الوسن، ونكتشف انه وسن كانت حامل وسقط الطفل، ويسألها الضابط انه انتي ما متزوجة فشون حامل، ويضغط عليها حتى تحكي له الصار حتى يحاول يساعد، فتوافق وتحكي له على اللي صار وياها. نشوف مشهد مروة تفتر بغرفة فراس وعلامات الحب واضحة عليها، بتشيل صورة فراس وتبدي تتلمسها، وتاخذ عطرة وتبدي تشم بيه، وتروح يم جرار وتلقى مسدس، ترفع على المسدس وتخلي على راسها وتحاول تتخلص من نفسها، لكن بآخر لحظة تقرر تترك المسدس وترجع المكان. نروح لنقيب عامر، هو يحكي ويا المدير ويقول له تتذكر هذا بلال اللي نشر له فيديو يعتدون عليه؟ لقينا خيط بينه وبين أحمد اللي حاول ينتحر اللي هو بلال، ولازم تتحول هاي القضية يمي. وهنا المدير يوافق، وبنروح للمستشفى لما فراس يدور على أحمد ويلقاه بغرفته. يرجع فراس للشقة ويحكي لهم أن الأجهزة مال أحمد وقفت، وحولوه على الغرفة الثانية وانعشوه. بعدين يقول لهم من ما تريدون روحوا بس لحد يصل المستشفى. يخلي فراس موسيقى أم كلثوم ويجي يوقف بنصهم ويطلع من جيبه كوكايين، ويقول لهم تعرفون شنو هاي؟ فيقول لهم هذا أفضل شيء تسووه بهاي الفترة اللي عشتوا بيها، ويخليهم يتعاطون بمشهد مرعب وحزين امتزج بأغنية أم كلثوم. يطلعون الثلاثة من الشقة بعد ما تعاطوا الكوكايين، ويروح كل من المشكلته. بلال مشكلته انه هو بعد الاعتداء اللي صار له وتم تصويره اللي انتشر انه هو يخاف يطلع وجهه قدام العالم، فبعد ما تعاطى راح بنص العالم وطلع وجهه. وهنا نروح على مروة وهي شايله سلاح وتطب بيت اخوها، ويقوم اخوها يرفع القلاص يريد يضربها، وترفع عليه سلاح وتسأله عن مرته، ويجاوبها راحت البيت اهلها بعد يومين تجي، وتقول له زين حتى ما تشوفني بنتك اقتل ابوها. نروح الآية وهي تروح البيت أهلها، ويطلع لها أخوها كبير ويقولها جابك إذا أخوك شافك راح يذبحك هنا، والطب للبيت غصبا عنه. ونكتشف انه اخوها الكبير شخصيته ضعيفة وجبان لدرجة انه اخوها الصغير هو اللي صار يمشي كلامه عليه، ويقولها اذا اقف بوجهه معناها البيت يحترق، وتقول له هي بيت هو اكو بيت اصلا، وتعلي صوتها وتقول له اعتدى علي وزوجني صاحبه حتى ما افضحه. ينزل اخوها ويتعارك ويا الكبير، وتلزم تمثال صغير وتحطه براسه وتطلع. يطلع لنا مشهد وسن وهي تتراسل هي وفراس، ويدخلها المستشفى وكأنه اكو معرفة سابقة بينهم، وهنا تحكي له على انه امها عافتها، وتقول له انه الكل تخلى عنها، ويهديها ويحكي لها على انه هو يحترم اللي ينتحرون، ويدعوها انه هي تجي بيته وما تاكل هم. هنا نرجع المروة وهي قاعدة ويا اخوها، ويقول لها مع الاسف ترفع لنا سلاح على اخوك، وتعاتبه انه انت ايش سويت بيا وليش تكرهني، وتقول له ما راح اقتلك راح اخليك عايش بعارك، وشكك اختك وين تطلع ويا منو وين تروح والناس تاكل راسك. وتقول له بالمناسبة مرتك مصاحبة عليك. هنا تشيل الغيرة للعينتين وترجع تقعده وتقول له مرتك مصادقة ابن الجيران، روح راقبها وتقول له عود شوف بنتك نورة بنتك لو بنت غيرك، ويقعد اخوها وينتهي المشهد. تبدأ احداث الحلقة السادسة على مشهد نقيب عامر، هم يجيبوا له الاثنين اللي اعتدوا على بلال وصورها، وهنا ينفجر عليهم ويضربهم. وهنا هذا المشهد ينطيك نظرة على الضابط اللي هو عامر انه شخص نظيف وانساني وما يقبل بالظلم. يدخل فراس الشقة ويلقى آية ويسألها على بلال
ومروة وتقول له طلعة، ويسألها على الهدية اللي كانت بذيك الحلقة اللي هي الكوكا، وهنا تقول له أريد بعد منها، ويقول لها سوي لنا شيء نشربه على ما طب أسبح. هنا ينتقل بين المشهد إلى أخو بلال، وهو يروح للمركز الشرطة ويقول لهم لقيتوا بلال، ويلقى لاقين الاثنين اللي اعتدوا عليه. ويطلع مشهد فراسي راس الوسن ويبتسم دلالة على أنه لقى ضحية جديدة. يطلع لنا مشهد أخت أحمد ويقولها المدير تعال اقعد يمي، ويقوم يتغزل بيها وينفخ بيها ويقولها أنه هو يحبها ويريدها بالحلال. هنا يبدي يستغل احتياجها للفلوس ويغريها بالمادة حتى ترضى به، خصوصا أنه هو عمره أكبر من عمرها. يطلع لنا مشهد الفراس قاعد يشتغل على مكتبه وتجي رسالة من حساب وهمي ويقول له أريد أشوفك. يضحك فراس ويقول له عادي ويدز له اللوكيشن. يطلع لنا مشهد فراس بالليل على نهر دجلة بمرسى مال قوارب قديمة وينتظر أحد. يجي النقيب عامر ويقول له هاي شو تسوي هنا وين سنارتك؟ ينصدم فراس ويقول له ما توقعت أشوفك هنا. فيصير بينهم حديث ويقول له فراس أنا صحفي بس مع الأسف ما أقدر أؤدي دوري كصحفي، ما أقدر أحكي على أحد أو أكتب على أحد، لأن إذا كتبت ومارست عملي كصحفي راح تجيني أنت وتلقي القبض علي وتصير ضابط عظيم وبطل. ويسأل نقيب عامر شنو رأيك بحر؟ فيقول له شخصية عظيمة يسوي كل شي بباله وحر موجود بكل واحد بينا، عداك يا ضابط عظيم، ويعوفه. لكن هاي الكلمة لامست نقطة حساسة بقلب النقيب عامر على أنه هو ضابط أو مجرد أداة فاسدة لمنظومة فاسدة اللي تحكم البلاد. بالصباح يدخل فراس على الشقة ويجتمع بالشباب اللي بالشقة وينطيهم مخدر مكتوب عليه حر. أوكي، هذا المخدر هو اللي يسمونه الماجيك مشروم، هو مادة مهلوسة جدا تخليك تشوف كوابيس وانت صاحي. هذا اللي مبنت عليه قصة فيلم الفيل الأزرق إذا شايفيه فيلم مصري. ياخذون القطعة ويغرقون كلهم بهلاوس، وكل شيء عجبني هذا المشهد مال الهلاوس. فعلا أرفع القبعة على المخرج والمصورين بهذا المشهد، وللممثلين كذلك طلعوا به إبداعهم. نرجع على أخو مروة وهو ظل يراقب المرتة وختل وانتظر ابن الجيران يدخل. نرجع للشقة ونشوف فراس داخل الشقة وجايب وياه وسن، ويقولوا لهم راح تبقى يمنا فترة، وإحنا نشوف مروة تضوج من تشوفه. نرجع إلى أخو مروة اللي اسمه عبد الله ونشوفه دا يصور بمرته وحبيبها وهم قاعدين يتحاجون. يكتشف إنه نورة مو بنته ويدخل عليهم ويقتل حبيب مرته بالمسدس ويلزم سكين، ومرته تتوسل بيه بدون فايدة ويغرز السكينة بيها ويغسل عارة حسب مفهوم المسلسل. تبدأ أحداث الحلقة السابعة بوسن تمشي ومرعوبة مبين عليها صداع وخوف وتايهة وما تعرف وين تروح. تبدأ الحلقة على مروة ووسن قادات يتحاكن، بس وسن ما مقتنعة بفكرة فراس على انه لازم يصحى احمد حتى يعرف شنو اللي شاف احمد قبل الموت حتى ينتحرون جماعيا. فتقول احسك شيء غير هذا. وهنا نكتشف انه فكرة الانتحار ما كانت ببال مروة، لكن فراس هو اللي يقنعها بهاي الطريقة. يروح بين المشهد النقيب عامر وهو ينزل ويقف على الجسر ويدور بينه وبين زميله الملازم اول محادثة، ويقول للزميلة افكر بهاي الشباب مرات اشوفهم صح ومرات اشوفهم غلط لاسباب هوايه. ويحكي عامر ويقول له من يجي واحد تافه يطفي الجقاره بيدي ولما نزنه يطلع لين قرايب فلان. وهنا يقول كلام خلوه جوا خط انه هو شايف الموت اهون ب100 مره على هذا الشيء اللي صار. وبهاي الاثناء يدق عليه تليفون ونفس المكالمه الغريبه اللي هي ما تقدر تقول لي الجقاره اللي طفت بيدك شنو نوعها. ينتقل بين المشهد المروه ويتصل بها اخوها عبد الله من السجن ويعتذر لها على الشيء اللي سواه بيها ويقولها انه هو قتل مرته وعشيقها. وهنا تقوم تبكي وتقول له خربت حياتك عبد الله. وينتقل بين المشهد النقيب عامر وهو يدق على فراس ويقول له نلتقي بنفس المكان. نروح الى اخت احمد اللي توظفت ومسوي نفسها فهيمه، ترجع للبيت ويسالوها ليش تاخرتي؟ تقول لهم كان عندنا مشكله بالشغل وتاخرت. هنا الام ما مقتنعه والاب يحاول يطمنها انه هو واثق ببنته. يجي فلاش باك للعينتين ونشوف مدير الشركه يحاول يتزوجها بالسر وتقول له ما مقتنعه ويحاول يقنعها، ونكتشف انه هو متزوج وما يريد زوجته تدري لان ما راح تخليهم. يتوافق العينتين وياخذها على المطعم. ينتقل بين المشهد على وسن وهي تدور شاحنه ويقول لها بلال بغرفه فراس اكو شاحنات. تدخل تفتح الجرار تلاقي بيها كوكايين وتلقى مسدس وتلقى حبوب نفس نوعيه الحبوب اللي كان ينطيه اياه حبيبها السابق. تسد الجرار وتطلع تركض من البيت وتنهزم. يطلع عنا المشهد اللي شفناه بالبدايه من تطلع خايفه ومرعوبه ومشوشه. ينتقل المشهد على نقيب عامر وهو يشوف اللي اعتدوا على بلال يطلعون من السجن. يدخل على المدير والمدير يقول له نحتاج أدلة وقضية كبيرة حتى نقدر نسجنهم الهذولة. يطلع لنا مشهد وسن وهي قاعدة بالسيارة ويا الشخص الأول اللي ابن وادم اللي كان يحبها، قاعدين بالسيارة ياكلون ونفتهم انه هي راح ترجع للجامعة.
بس ما قاعدة تاكل تقوم تبكي ويحاول يهديها ويقول لها جيب لي صغيرة الأكل لأن خاف الأكل مو طيب. فبالحقيقة هي قاعدة تبكي على الحياة اللي المفروض كانت تكون عايشتها، بس هي اختارت الطريق الخطأ. نروح الفراس بالشقة وهو دا ياكل بيض ويتفرج على بلال متوتر بالشقة ويروح ويجي، وبالأخير يروح يجيب كوكا ويتعاطاها، وهذا كله فراس يتفرج عليه. ويجي اتصال من شخص غريب ويستفزه ويقول له كلش فرحت لك لأنكم شوهم للحلاقين اللي اعتدوا عليك، ويبدأ يتحارش بيه. وهنا يتعصب ويسد الخط ويرجع التليفون يدق ويقول له على مكان المركز، ويطلع بلال يدورهم بالمركز. يقعد بلال ويا نقيب عامر ويقول له اريد اشوفهم. عامر يقول له البلال ما تقدر تشوفهم لان عندهم ظهر قوي. يروح عامر المكتب المدير ويقول له المدير قدمت عليك شكوى وراح تنحال مجلس تحقيقي. يطلع بلال من المركز مرعوب ومقهور ويمشي ويتعثر ويبكي، ويروح الفراس ويحضنه ويتوسل به يخليه يموت، ويقول له شخص يخابره بالتليفون يسمع حكي مو حلو ويبوس يده حتى يخليه يموت. يطلع المشهد المروه وآية وتحكي لها مروه الآية انها راحت تشوف احمد بس ما تريد فراس يعرف. يصير الصبح ويجي اتصال على بلال ويطلع نفس الشخص وهم يتحرش بيه، ويفقد بلال اعصابه ويكسر الغرفه ويدخل فراس الشقه ويشوف وضعيه بلال تعبانه، ويقول له قوم امشي وياي ناخذ ثارك. يدخلون على اللي اعتدوا على بلال وهم متعاطين وطافين وياهم بنزين، وبلال يرش البنزين بالمحل وفراس واقف يصوره. يدخل بلال يرش الغرف اللي بالمحل البقيه، باثناء ما بلال جاي يرش داخل المحل يحرق فراس المحل وبلال موجود داخل المحل، ويقفل الباب على بلال وبلال يباوع على مصدو. وتطلع فلاش باك فراس اول ما جاب بلال وقال له ارفع راسك وحضنه وقال له احرق الدنيا على مودك. وهنا تنتهي قصة بلال بالدموع والألم واحترق بنار الثار، وينتهي فصل بلال بالقصة، وفراس يضحك ويباوع على المحل وهو يحترق. يمكن كلنا اعتقدنا انه ممكن حر يساعدهم مثل ما قال بداية المسلسل انهم لازم يبطلون يفكرون بالانتحار، لكن هل فراس راح يقبل بهذا؟ تبدأ الحلقة الثامنة بمشهد الريوق وهم قاعدين وتسأل مروة على بلال ويقولها فراس ما شفته اليوم. بعدين يندق الباب ونشوف ضابط جاي على فراس واخذه. يطلع لنا مشهد فراس بمركز الشرطة ويباوع على المجرمين باستغراب. بعدين يدخل على الضابط ونكتشف انه هو نفسه مدير النقيب عامر. يقعد يمه ويسأله على المنشورات اللي جاي تنشرها على الفيسبوك ويقول للناس الفوق الليل ما تنامه من وراء خدمة الناس، يصير احنا نشغلهم من وراء مقال او بوست على الفيسبوك. وهنا تتحقق رؤية فراس من قال للعامر اذا اكتب على شخص تاخذوني وتصيرون ابطال. هنا يطلع دهاء فراس وخبثه ويقعد ويأمر الضابط ينطيه نفاضه ويقول له قاري شيء. الضابط يقول له اكذب عليك اذا قاري شيء، بس مرة اللخ من نجيبك بطريقة غير لطيفة. قدم له عرض انه يشتغل وياهم او ويا الجهات العليا واذا ما وافق ينسجن. قال فراس بكل برود افكر بالموضوع. ينتقل بين المشهد الوسن وهي بشقة هذا الولد اللي كان يحبها وحكت له عن قصتها وعن قصة الشقة اللي بيها الشباب يريدون ينتحرون. بدأت تتعذر له وتلمح له انه هي غلطانة، بس هذا الشخص سد الباب بوجهها وقال لها كنت احبك بس كل شيء خلاص وراح وماكو امل للرجعة. حست وسن بالسالفة ورجعت على امها واستقبلتها بزفة وطببتها للبيت. ينتقل بين المشهد الحر وهو بالشقة ويشيل صورة بلال ويقول له ودعهم ويحول على الجانب الثاني من الصبورة. وهنا نكتشف انه ذولا كلهم ضحايا حر، وقاعد يفكر شلون يستغل قضية مدير المركز حازم وهي النقيب عامر. خابر النقيب عامر وقال له كنت بالمركز وقال له شو تسوي؟ قال له حازم دز علي، وهي سوالف قديمة واتفقوا وتلاقون بالمراكب القديمة. يطلع لنا مشهد للبومة أخت أحمد وهي تتزوج مدير الشركة بالسر. يتلاقون عامر وفراس بنفس المكان ويفتحون حديث على حازم، ويقول له فراس حازم هددني إذا ما أمدح بيهم وبالسلطة انسجن. وقال ايش راح تسوي؟ جاوب فراس قال لا أنا عندي مبدأ عايش عليه وما اتنازل عنه مو مثل غيري، ولمح على عامر. عامر قال ايش تقصد؟ قال له شلون ما تفهمها فهمها. هنا فراس عارف نقطة ضعف عامر ويعرف شلون يجيبه، فهاي شخصية خبيثة وعارف للبشر ويدرس نقاط ضعف الضحية بشكل جيد. فقال شنو ذنب بلال؟ فجاوب عامر بلال عالج الغلط بالغلط. هنا فراس رد وقال له بلال شجاع جاب حقه بيده، ما انتظر الشرطة الفاسدة اللي ضيعت حقه. بلال اخذ موقف ورفع راسه قدام نفسه وقدام اهله. فسأل فراس عامر قال ايش تختار تعيش مدلول لو تعيش مرفوع الراس؟ فجاوب عامر مستحيل اعيش مدلول. قال له اذا بلال عاش رجال ومات رجال. هنا النقطة اللي غيرت مجرى حياة عامر. يتصل فراس بمروة ويقول لها حضري نفسك بعد ساعة نتلاقى لين عازمك. فرحت مروة، دخلت سبحت وحضرت ملابسها ولبست فستان ابيض وبشاح احمر وخلت حمرة وشوية مكياج ونزلت على فراس واخذها على المطعم التركي اللي بساحة التحرير اللي صارت به اعتقد المظاهرات. وهنا اعترفت له مروة بحبها وهو
وهو باثناء ما دا يصور قالت له مروة الحياة صارت حلوة، ليش ما نبطل ننتحر؟ وبدت الرقصة الأخيرة بين فراس ومروة وكانهم عصافير حب. قام فراس واخذ حبل باثناء ما هي ترقص شنقها المروة وقتلها، وإحنا تنتهي الحلقة. تبدأ الحلقة التاسعة بمشهد فراس يعلق مروة على حبل المشنقة ويصورها ويسوي مسرح جريمة على أساس أنه انتحار. مع الأسف صارت هذا الشيء لأن تعلقت بهذول الاثنين، ما توقعت هيش نهاية هاي العلاقة، رغم أنه هي كانت بوادر علاقة جميلة، خصوصا أن ذول الممثلين لاقين البعض. ينتقل بين المشهد للأخت أحمد وهي تتكاون وهي أمها بسبب أنها حاطة مكياج أوفر. ونرجع المكتب حر ويدخل فراس ويروح على صورة مروة ويقول لها وين الكتلتج؟ فراس الكتلج، ويقوم يبكي. هنا تظهر شخصية فراس الحقيقية، انه فراس عنده بدايات انفصام بالشخصية، فعنده شخصيتين. الشخصية الاولى هي فراس هذا كان انسان عادي قبل لا ينتحر، لكن بسبب انتحاره ورجع صارت عنده شخصية ثانية اللي هي حر هو عنده فلسفة، وهي انه يعاقب الضحية ما يعاقب الجاني، لان شايف هاي الشخصية الضعيفة هو ضعيف ما يقدر ياخذ حقه ولا يقدر يسوي شيء الواقع، فيساعده على الانتحار، لان شايف هاي الحرية لهذا الشخص المحبوس بجسده وشخصيته الضعيفة وبعالم كل شيء ما يقدر يسوي بيه. هذا اللي اثبت لنا عليه مشهد البزازين من سممهن، ويعتبر هذا الشيء اللي سواه هو مساعدة، وانه هو متفضل عليهم، وهذا الشيء اللي نشوفه مع صور الضحايا. اما شخصية فراس فهي شخصية إجرامية بعد ان قتل امه ودخل السجن، هنا ما قدر يعيش مع مفهوم انه هو قتل والدته، فعاش ويقنع نفسه انه القتل هو اعلى مستويات الحب، انك تحرر شخص من سجنه. لهذا تشوف هاي شخصيتين ما بينهم صراع داخلي مثل بقية اللي يعانون من انفصام بالشخصية، لان هاي الشخصيتين هي متفقات على مبدأ هو الموت الوسيلة الوحيدة للخلاص، لكن مختلفين على الطريقة. فحر يشوف انه الشخص لازم هو يحرر نفسه وانه هذا القرار قراره، اما فراس فيشوف اذا الشخص ما قدر يسوي هذا الشيء هو يسويه نيابة عنه ويعتبره خلاص لهذا الشخص. هنا بهذا المشهد حر يبدي يهلوس ويهذي بالكلام ويحول صورة مروة لصورة الضحايا ويبكي، ويقنع فراس الحر انه هذا الحل الوحيد وهذا افضل حل لها، ويقول له لاحقهم. ينتقل بين المشهد النقيب عامر واخوه بلال ينتظره ويقول له بسببك مات بلال، والافضل انك تنزع هاي البدلة ويهينه. ويدخل عامر للمركز وتتصل عليه شخصية بنية وتقول له بسببك مات بلال خطيبي، دمرت حياته ومن هذا الحكي. هنا يتعصب عامر ويطب عصبي على مكتب المدير ويدافعون، ويدفع عامر للمدير على الشباك ويقتله ويطلع يركض من المركز. هنا يدخل فراس على الشقة ويلقى آية وتسأل على مروة وبلال ويقول لها راحوا، ويطب يسبح. بهاي الاثناء نسى فراس الكاميرا، تاخذها آية الكاميرا وتبدأ تصور نفسها، وبالصدفة تفتح الفيديوهات وتلقى فيديوهات مال مروة وتنصدم، ويطلع فراس من الحمام بمشهد مرعب ويشوفها تفتش بالكاميرا، يسحلها على الحمام ويغرقها بالبانيو ويقتلها. هنا تطلع شخصية حر وهي يبدي يصيح ويبكي لأن قتلها، ونعرف القاتل هو فراس. بعدين يطلعها بمشهد مرعب ومخيف ويبدي يقطع بجثتها بالساطور ويحطها بجنطة وياخذها يدفنها. باثناء ما هو غرقان بدمها والدمني تمطر وقاعد يدفنها يخابر عليه نقيب عامر ويقول له سويت اللي ببالك، قتلت المدير، ويقول له ما راح يخلوني اعيش. ويتفقون يتلاقون بالشقة ويدز له لوكيشن الشقة فراس. ينتقل مشهد لقت احمد وهي يمرج لها اللي تزوجها بالسر وهو قاتلها بالحزام، وترجع البيت تلاقي ابوها بعدها تقوم تبكي. يبدا الصبح ونشوف فراس واقف وعامر قاعد بنفس البلكونة مال شقة فراس هنا متقمص جسمه حر الشخصية الجذابة والخبيثة. يقول له عامر انه اني تايح، حر يقول له بالعكس انت اكثر واحد يعرف الطريق، ويقول له انت جاي تصلح هاي الدنيا، انت جاي تصلح المنظومة كلها، ويقول له التاريخ انتظرك واليوم اهم يوم بحياتك واسعدها. يجاوب عامر ما راح يخلوني عدل. يقول له حر طبعا ما راح يخلوك عدل، انت نقطة البداية، بعدين هيك انت ميت، خلي موتك الى قيمة مثل بلال مات بطل وعاش رجال، وانت عشت شجاع وراح تموت بطل، ولا على شنو صرت ضابط. ويقول له فراس عامر هنا شخصية فراس اللي طلعت وشرف أمي أنا فخور بيك. وهاي النقطة الفاصلة اللي غيرت حياة عامر من البداية. تتذكرون بالحلقات الأولى من طعن عامر بشرف فراس، وفراس حطه بالزائد وعلقوا على الصبورة على مود ياخذ بثار
أمه اللي حكى عليها عامر. فهذا كله اللي صار كله على مود ينتقم فراس من عامر على حكي لأن طعن بشرف أمه. فيقول له عامر قوم خلي أسوي اللي ببالي. يقعد عامر على كرسي الانتحار، للمصادفة الكرسي نفسه اللي كل الشباب انتحروا بيه، ويحكي قصته عامر وحط المسدس بحلقه ويطلق النار. وهذا المشهد إنه كل الشباب اللي وصلوا لهاي الحالة وصلوها بسبب حر. فحر مؤمن بتخليص نفسك من خلال نفسك أنت، مو بيد أحد. لكن مثل ما قلنا فراس هو الشخصية القاتلة بدم بارد. الحلقة 10 والأخيرة تبدأ الحلقة بفيديوهات الضحايا تنتشر، وتشوف الفيديوهات وسن وتنصدم لأن الضحايا تعرفهم كانوا بشقة فراس. ينتقل بين المشهد لصديق عامر وهو يشوف فيديو عامر وهو ينتحر. ينتقل مشهد المكتب حر وفراس يطبع صورته ويحطها بصورة الضحايا بدلالة أنه إجا الخلاص لفراس. يرجع للشقة فراس ويشغل موسيقى ويسوي قهوة بكل برود، وهو يتذكر مشاهد القتل اللي ارتكبها بحق مروة وآية، ويقعد بالغرفة نفسها اللي مات بها عامر ويشغل الكاميرا ويشرح فلسفته أمام الكاميرا. وهنا تدخل وسن على الشرطة وتبلغ عن فراس وعن الجرائم اللي ارتكبها، وحكى عن عامر ونكتشف أنه نقيب عامر من عائلة كلش فقيرة، وأبوه كان سايق تاكسي، وهذا واضح من سيارته التعبانة، وكان حلمه يصير ضابط حتى يحقق العدالة، لكن النهاية كانت مختلفة. وهنا نكتشف فلسفة حر اللي حكيناها بالبداية. فحر هو نظرية انه كل من يخلص نفسه بيده يعتبر هو حر، فينطبق عليه كلمة حر. فاثناء ما كان ينتحر تقبض عليه الشرطة وتلقى جثة النقيب عامر. يطلع مشهد فراس بالتحقيق مع ضابط ويقول للضابط انت متهم بقتل عدة ضحايا، وهنا يبين انفصام الفراس. ونكتشف انه هو اصلا تلاعب بعامر وتلاعب ببلال، وهو اللي كان يتصل بيهم ويغير صوته ويبتزهم ويتلف اعصابهم اللي يوصلهم للنتيجة ما يلقون ملجأ غير حر. فهو اللي كان يتصل ببلال وهو اللي كان يتصل بعامر. هاي الاتصالات اللي تخلي اعصابهم متوترة، وبالنهاية ذولا يرجعون الفراس لأن الوحيد فراس اللي يفتهمهم. فهذا هو شغل فراس، انه يضغط على نقطة الضعف، وبالتالي هو راح يكون الملجأ الوحيد لهاي الشخصيات. هذا تشوف بلال راح يتوسل بيه انه يخلصه، وتشوف عامر هم راح يتوسل بيه حتى يخلصه. تصير محادثة عميقة بينه وبين الضابط، وبالنهاية ينحكم فراس اعدام ويصعد على المنصة، وبنفس الوقت يفيق احمد من الغيبوبة وتنتهي المسلسل.